السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في صفحة عالم سارة يوسف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير دائما في عيد الاضحى. وفي اطار الاقتصاد والتدبير قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الوصفه ديال الشحمه اللي نقدروا نوظفوها بزاف ديال الوصفات، بحال المسمنات، بحال نطيبوا بها البيض. يعني انا بعدا كنوجد بها بزاف ديال الحوايج. كناخذ شويه ديال الشحمه، هي ماشي شويه، بزاف ديال الشحمه. المهم على قدر الكميه اللي عندكم غديروا الشحمه من اي بلاصه، سواء الشحمه اللي تنديروا بها هكا بلفاف ولا شحمه ديال الكلوه، المهم تكون شحمه نقيه ما فيها لا دم لا حتى شي حاجه. غنجيبوها وغنقطعوها. هنا ها هي درت هذه ديال البلفاف وغنزيد عليها شويه الشحمه ديال الكلوه. الكميه اللي غتقدكم باش طيبوها، يا اما في كوكوط ولا في طنجره على حسب اللي عندكم. ها هي شحمه ديال الكلوه. كيف ما قلت لكم هاد الشحمه كنستعملوها في بزاف ديال الوصفات. كتجي المذاق ديالها قريب للشحمه اللي تتكون في الخليع، يعني ملي تطيبوا بها البيض كيجي واحد المذاق رائع، خصوصا بالحوايج اللي غتنسموهم بها. المهم من بعد هكا ما كنقطعها كنديرها في الكوكوط. هنا غنزيد ليها غير الملحه، ما غنزيدش ليها التوابل. تقدروا تزيدوا لي بزار، سكينجبير، الحار، يعني اللي بغيتو. هنا غنزيد ليها جوج ديال الدروس ديال الثومه وورقه ديال سيدنا موسى ونص كاس ديال الماء صافي. وغنسد عليها من طبيعه الحال وغندير الصفاره وغنردها فوق البوطه اللي تكون على نار هادئه، يعني اقل حاجه. ونحسب ملي تصفر الصفاره 25 حتى 30 دقيقه. ملي تصفر الصفاره كنحسبوا 25 حتى 30 دقيقه على نار هادئه. وفي هذا الوقت غنمشي نجيب القريعات ديالي اللي غندير فيهم هاد الشحمه ونحاول نعقمهم، يعني كنديرهم في الماء وكنخليوهم يغلاو واحد 10 دقائق وما نمسحوهم حتى حاجه من هكا من الطنجره اللي غليناهم فيها. تنديرهم هكا فوق فوطه، ما نمسحوهم حتى حاجه. ها هي الشحمه من بعد ما دازت ديك 30 دقيقه، هانتوما كيفاش كتكون. بطبيعه الحال ونصفيوها من ديك الثومه وورقه سيدنا موسى. وبطبيعه الحال غنصفيو حتى ديك القطع ديال الشحمه، نحاولوا هكا نوركو عليهم باش تخرج لنا كاع داك الزيت. يعني هاد الكميه راه خرجت لي واحد 2 قراعي ديال الشحمه اللي شفتو. صافي من بعد هنايا كنردوها فوق البوطه بطبيعه الحال باش يحيد منها الماء تماما. بقاش الا بقى فيها الماء غتغمال. هانتوما كتشوفوا الكشكوشه، من حد الكشكوشه كتحيد يعني الماء راه ما تيبقاش. باش نتاكدوا انها راه صافي مبقاش فيها الماء كنجيبوا واحد الورق او واحد القطعه ديال الثوب اللي تكون نقيه، نديروا فيها شويه ديال هاد الشحمه ونشعلوا العافيه. الا شعلت العافيه اذا راه ما بقاش فيها الماء، اذا راها مزيانه صافي. وغنجيبوا القريعات اللي عقمنا من قبل وغنكبوا فيهم ديك الشحمه وغنخليوهم حتى يدفاو. وحتى الشحمه تخليوها حتى تدفى. الا مشيتو خويتوها في القرعه وهي سخونه راه القرعه غتطرطق، وهادشي طرا ليا للاسف. المهم هنايا من بعد ما كتبرد تماما ديك الشحمه راه تتولي بحال هكا جامده. بطريقه الاحتفاظ بها من طبيعه الحال نغطيوها بورق الطبخ وورق الالومنيوم على حسب موجود عندكم، ونغطيوهم ونخشيوهم في الثلاجه. اما لكن غنخليوهم برا الثلاجه ضروري الغطاء ديال القرعه يكون من المعدن، ونعاودو نغليو دوك القراعي وهما مسدودين هكا في الماء في طنجره واحد المده ديال 10 دقائق باش هكا يتعقموا لينا ونقدروا نحتفظوا بهم حتى العام برا الثلاجه. نجيب هنا شويه شحمه نوريكم. هنا طيبت بها واحد شويه ديال البيض. ها هي راه اون فوا كتحطوها في المقله ولا شي حاجه كتعاود تراجع تسيح وكتعطي واحد اللذه واعره للبيض. المهم ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي جيم الفيديو تعليق محفز، تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، تشتركوا في الصفحه. الى فيديو لاحق ان شاء الله.